ازيك يا صديقي؟ توقعات دوري ابطال اوروبا، ولكن مبدئيا كده صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا وتنساش اللايك والاشتراك. دوري ابطال اوروبا خلاص كمان كام يوم دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا، واللي احنا مستنيينه بقالنا كتير السهرات الاوروبية الجميلة اللي بتحللنا اليوم. وتعالوا نشوف دور الثمانية. دور الثمانية فيه برشلونة وبروسيا دورتموند وارسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان واستون فيلا وبايرن ميونخ وانتر. لكن تعال الاول نشوف ايه نتائج الفرقه دي في دور ال 16، وده اللي على اساسه هنقيم ونعرف مين اللي هيتاهل لدور نص النهائي. كان اول ماتش بين كلوب بروج واستون فيلا، واللي انتهى 6-1 لاستون، واللي كانت يعني مباراه طبعا استون فيلا كان مرعب في المباراتين صراحه. تعالوا بقى نشوف المباراه الثانيه، وهي ريال مدريد واتلتيكو مدريد. بالنسبه لي هي احسن مباراه في دور ال 16، مباراه كلها نديه، ديربي مدريد في دور ال 16، مباراه تحسها هربانه من نهائي دوري ابطال اوروبا. والماتش الثالث هو ماتش ليفربول وباريس، ماتش برضو كان عظمه عظمه عظمه. رابع مباراه هي برشلونه وبنفيكا، المباراه اللي انتهت ذهابا 1-0 ببرشلونه، مباراه صراحه كانت وان سايد جيم لبنفيكا، ولكن الاياب اللي انتهى 3-1 لبرشلونه، مباراه كانت روعه من برشلونه. المباراه الخامسه وهي مباراه ارسنال وبي اس في اندهوفن، اعتقد كانت مباراه سهله جدا لارسنال، حسمها ذهابا باكتساح 7-1 وايابا 2-2. المباراه السادسه مباراه دورتموند وليل، مباراه اندر ريتد في دور ال 16، المباراه اللي انتهت ذهابا 1-1 وايابا 2-1 لدورتموند، المباراه اللي كانت ممتعه وكانت مثيره لاخر لحظاتها. المباراه السابعه وقبل الاخيره بايرن ميونخ وليفركوزن، اللي كلنا توقعنا ان ليفركوزن هيبقى خصم قوي وند شرس لبايرن ميونخ وممكن يعمل المفاجاه، لكن على عكس المتوقع تماما بايرن ميونخ حسمها بكل شياكه وبكل سلاسه، مره 3-0 ومره 2-0. واخر مباراه في دور ال 16 كانت ما بين انتر فاينورد، مباراه طبعا حسمها انتر في مجموع الماتشين 4-1. احنا شفنا دلوقتي دور ال 16 هو عامل ازاي، دور ال 16 اللي طلع لنا الثمان فرق اللي قلت لك عليهم. وكان دلوقتي بقى تعال نشوف مين هيلاعب مين في الطريق. يعني انت عندك مثلا في طريق كده هيبقى فيه برشلونه ودورتموند وبايرن ميونخ وانتر، والطريق الاخر هيبقى ارسنال وريال مدريد وباريس واستون فيلا. ونبدأ بقى فقرة التوقعات ومين هيتأهل لنص النهائي. أول مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند، مباراة خداعة، مباراة مش سهلة. برشلونة أيوة عامل أداء عالمي الصراحة، هو أحسن فريق في الثمان فرق دول من حيث الأداء في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ولكن برضه دورتموند مش خصم سهل، مش خصم كده لين. ده الموسم اللي فات وصل نهائي دوري أبطال أوروبا، كان عامل موسم عظيم جدا. ولكن أنا توقعي الشخصي برشلونة هيتأهل على دورتموند، ممكن يتأهل بصعوبة بركلات الترجيح، لكن هو من وجهة نظري برشلونة يعني هيتأهلوا يعني بإذن الله. تاني مباراة بنفس طريق برشلونة ودورتموند هي مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان. طبعا المشجع الكتالوني دلوقتي يتمنى طبعا تأهل الانتر، في بعض المشجعين برشلونة يتمنوا بايرن ميونخ يتأهل لدور نص النهائي ويصطدم برشلونة عشان برشلونة ياخدوا حقهم، ولكن انا من وجهة نظري الانتر هيعدي بايرن ميونخ. بايرن ميونخ السنة دي ايوه هو متصدر الدوري الالماني، ايوه فاز على ليفركوزن في مجموعة ماتشين 5-0، ولكن الانتر برضو السنة دي مش خصم سهل. الانتر السنة دي عامل موسم قوي جدا خصوصا على صعيد دوري ابطال اوروبا او على الدوري الايطالي، وانا من وجهة نظري الانتر هيطلع نادي بايرن ميونخ. وكده اول مواجهه في نص النهائي اتحددت بين برشلونه وانتر ميلان. ونيجي بقى للطريق الثاني اللي بين نادي ريال مدريد وارسنال، اول مباراه فيه. وانا اتوقع صراحه يعني، ولا اقول لك تعالى نحلل الاول. ريال مدريد اتاهل بالعافيه من مرحله المجموعات، مرحله الستيج المجموعه الطويله دي اتاهل منها بالعافيه. اما ارسنال اتاهل عادي. ارسنال السنه دي مش احسن سيزون لارسنال صراحه، في الدوري هو في المركز الثاني بس فرق كبير قوي عن ليفربول، وفي دوري الابطال برضه مش احسن حاجه. يعني الموسم اللي فات بالنسبه لي هو احسن للارسنال من الموسم الحالي. اما ريال مدريد برضه مش احسن مواسم، مش احسن مواسمه، لكن انتوا عارفين طبعا الريال في دوري الابطال بيبقى غير تماما، بيبقى حاجه وشكل ولون وطعم مختلفين تماما تماما تماما. انا اتوقع ريال مدريد هيطلع الارسنال، مباراه برضه مش هتكون سهله على الريال، مباراه تكون صعبه جدا، ممكن برضه تروح ضربات الجزاء، لكن اتوقع الريال هم اللي يتاهلوا. المواجهه الاخيره معانا في دور الثمانيه وهي باريس واستون فيلا. اوعى تتخدع يا عزيزي المشاهد ان تقول ان الماتش
محسوم لباريس. استون فيلا هم مش عاملين موسم قوي في الدوري الانجليزي، هم في مركز يعني مش في التوب فور حتى، ولا حتى التوب 6. يعني هم تحت، مش احسن مواسمهم تماما في الدوري الانجليزي ولا حتى في دوري الابطال. لكن انا يعني بتوقع برضه الماتش مش هيبقى سهل على باريس، مع اني اتوقع الصراحه باريس هم اللي اتاهلوا، لكن هيبقى الموضوع صعب شويه، الموضوع صعب حبتين. ولو اتاهلوا فكده عثمان برضه هيقرب من المنافسه مع امبابي ومع رافينيا. وبكده انا هقول لك اهو دور نص النهائي ايه الفرق اللي هتبقى فيه، وهم برشلونه وانتر ميلان وريال مدريد وباريس سان جيرمان. وانا متاكد باذن الله ان دول الفرق هيبقوا موجودين في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. وابقى تعالى قول لي في الكومنتات وهتشوف التوقعات صح. وبس كده كانت حلقتنا النهارده، حلقه توقعات دوري ابطال اوروبا، وباذن الله نبقى معاكم وقولوا لنا افكار حلقات جايه. وما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.